الاغلبيه ديال الناس اللي كانوا متبعين يوتيوب وانستغرام ما بين 2017 و 2018 غيكونوا كيعرفوا هاد البنت الصغيره اللي مسميه راسها ليل شاي، ومن مورا 2018 اختفات بحال عمرها كانت وحتى واحد ما شافها من ديك الوقيته. حتى مؤخرا الكونت انستغرام ديالها يتحط فيه واحد البوست كيقولوا فيه باللي ليل شاي ماتت هي وخوها بواحد الطريقه ما معروفاش. فشكون هاد ليل شاي واش كدير وعلاش اختفات واش ماتت بصح؟ حتى قبيله كملتي الفيديو حتى الاخر تخرج عارف وفاهم كلشي. انجوي. هي مات 2017 و 2018 كان بان واحد البلان ديال الفليكسين عند الروابط خصوصا في امريكان اللي كانوا كيفليكسيو على بعضياتهم بالسناسل ديال الدياموند والفلوس والبنات والديور والسوبر كارز واي حاجه ساويه فلوس بزاف. وهنا ندوزو الشخصيه الرئيسيه ديال هذا الفيديو ليل شاي اللي سميتها الحقيقيه هي تشاي تيان، وتزادت في جولاي 29 2007 بالضبط في كندا، ولكن هي عايشه في امريكان. ولات تشهرات بزاف وكلشي ولا كيعرفها ملي كانت عندها 9 سنين بسبب الفيديوهات ديال الفليكسي اللي كانت كدير، حيت كانت كتبين السوبر كارز والديور والفلوس اللي كانوا عندها وبطريقه الهضره اللي كانت كدوي بها اولا الهضره اللي كانت كتقول خلات حتى واحد ما يبغيها. والسوشيال ميديا كامله تولي ضدها من غير شي ناس قلال ومنهم شي روابط كبار ديال الميريكان اللي كانت عزيزه عليهم وكيسيبورطيوها بزاف. ولكن كيفاش بنت عندها 9 سنين عندها هذا الشيء كامل وكتهضر بهذه الطريقه؟ فهنا مشيو عند امها انجيلا شيان اللي كانت خدامه في شركه ديال العقارات لمده طويله بزاف ومعاشره شويه مع موش الشركه بحكم السنين اللي دوزت عنده. وموش الشركه بطبيعه الحال عنده الفلوس والديور والطوموبيلات وكاع داكشي اللي يساوي فلوس بزاف. وموت ليل شاي كانت ديما كتقول لموش الشركه باش يخلي ليها السوارت في على المعرفه اللي بيناتهم، حيت بنتها اللي هي ليل شاي بغات تصور مع شي سوبر كار عنده تما وتبان بها على صحاباتها ومنها تبقى عندها صور تذكاريه. ومنين الام كانت كتاخذ السوارت كتعطيهم لولدها جيسون تيان بحكم هو الكبير وعنده 16 عام يدي خشول تما ويصورها مع داكشي. ولكن جيسون كانت عنده فكره اخرى حيت كان كيمشي مع خشول الديور اللي فيهم السوبر كارز والسناس الغاليين وشحال من حاجه ساويه فلوس بزاف وكيبزز عليها باش يصورها كتقول داكشي اللي ضايجه هو كاتبه ودير داكشي اللي مخطط ليه هو. ومن تما خرجوا هاد الفيديوهات اللي كتفليكسي بهم وكتسب وكتحتقر في كاع الناس اللي ما عندهمش الفلوس. ودوك الفيديوهات تشهروا بزاف وقدروا يوصلوا للمدير ديال ديك الشركه اللي هو مول داكشي وهو اللي خدام عندهم موت ليل شاي. ونيشان منين شاف دوك الفيديوهات مشى طرد موت ليل شاي وجيسون. وهنا السوشيال ميديا كامله تقلب عليهم كثر وكاع الناس يوليو يقولوا باللي كاع داكشي اللي كانت كتبين في الفيديوهات ماشي ديالها وداكشي اللي كانت كتقول كتبوها خوها وهي البنت صغيره ما عارفه والو وبزاف منا كدير داكشي اللي كيقول لها خوها وامها. وصافي التفاعل يهبط بزاف وتا واحد ما يبقى مسوق ليل شاي وتا واحد ما يبقى متبعها. ومن مور هادشي بواحد المده يتحط واحد البوست في الكونت انستا ديالها اللي كتطلب فيه ليل شاي المساعده بسبب واحد المشكل ما بينها هي وبا كريستوفر جي هوب اللي عايش في كندا اي بعيد على بنته حيت هو وامها كاع مجوجين اصلا، حيت رافع قضيه وكان باغي الحقوق والفلوس اللي كتدخل بنته ليل شاي. ولكن هذا الشيء كامل حتى هو تحت التدبير ديال خوها وامها وقدروا يرجعوا التفاعل ويخليو الناس باغا تعرف علاش هذا الشيء وكيفاش البلان. والناس قدروا يوصلوا لباها ويسولوه هذا الشيء واش بصح رافع قضيه وجاوبهم باب اللي هو بصح رافع قضيه ولكن ماشي على ود الفلوس وداك الشيء اللي كيقولوا بل باش يحمي بنته من امها وخوها اللي كانوا كيستغلوها وكيدخلوا منها الفلوس بزاف وكيشوهوا الصوره والسمعه ديالها في الانترنت. ومن هذا الشيء دخل فيه القانون قدر باش ليل شاي ياخذ بنته ويديها تعيش معاه في كندا ويبعدها على السوشيال ميديا في خطره. وخا هذا الشيء كامل راه كاع الحسابات ديالها باقي شادهم خوها وكاملين فيهم الملايين ديال المتابعات. وخوها جيسون وما انجيلا كانوا مصرين باش يخليو الناس يتعاطفوا معاهم ويولوا في الجانب ديالهم ويقدروا يرجعوا ليل شاي تعيش معاهم وداك الشيء كامل. فمن بعد 5 سنين اي في 2023 يعني يلاه مؤخرا يتحط واحد البوست اللي يدير بوم ويوصل لبزاف د الناس اللي كان فيه خبر ديال المود ليل شاي وخوها الكبير جيسون السبب اللي ما معروفش وكيطلبوا والديها من الناس يتفاهموهم حيت حتى هما ما عارفينش السبب ديال المود ديالو. وكاع المشاهير داروا ستوريات كيعزيو في ليل شاي وكيطلبوا ليها الرحمه هي وخوها الكبير وكاع الناس بقى فيهم الحال وكلشي مضامن معاهم. ولكن من بعد شويه كتمسح التصويره وبنادم ما فهم والو وقنوات الاخبار الكبار بقاو كيقلبوا في هذه القضيه بزاف ومزيان منهم تي ام زي اللي عندهم مصادر كبار بزاف في هذا الشيء. ومن بعد البحث الكبير اللي داروا خرجوا قالوا باللي هذا الشيء كامل اللي طاري فيك وتخربيق وهذا الشيء عاوتاني مدبر من خوها الكبير جيسون وامها انجيلا وباللي ليل شاي اللي سميتها الحقيقيه هي تشاي تيان عايشه مع با اكثر من 5 سنين وبعيده على خوها وامها وبعيده على السوشيال ميديا والكونت ديالها ما عند حتى واحد من غير خوها الكبير جيسون. وباش يتفاداو السب والهضره ديال الناس وممكن الحبس كاع قال خوها وامها باللي الكونت تهاكا وداك البوست تلاح من طرف داك الهاكر اللي هاكا الكونت. فلحد الساعه القانون ما دار والو لجيسون وانجيلا ولكن مع الوقت يقدروا يجبشوا عليهم توام ويخرجوا عقوبات قانونيه بسبب هذا الشيء اللي داروا اللي كان بطبيعه الحال باش يطلعوا التفاعل ويرجعوا لداك الشيء اللي كانوا باغيين اللي هو التعاطف ديال الناس باش يرجعوا ليل شاي تعيش معاهم. والبلان ديال الهاكر مازال ما اكتشفوش بصح ولا لا. فإلا كانت شي حاجه نقولها لكم في انستغرام ولا في تيك توك لا تلقاوهم لتحت في الديسكريبشن. وهنا تكون النهايه ديال هذا الفيديو. لا وصلتي لهنا شكرا بزاف. فإلا عجبك الفيديو واستمتعتي به واخا شويه دير لايك وسبسكرايب وصيفط الفيديو ل10 باش يستمتعوا كيف ما استمتعتي انت ولا انتي. وكان معكم ديزي تهلاو.